عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. فيديو اليوم للجماعة اللي ما تنجحش معاهم الملاوي وتجي يابسة. اليوم جيت باش نبارتاجي معاكم الروسيت التقليدية والزمنية، تعلمتها من عند ماما ربي يفضلها. كيف ما تشوفوا ما شاء الله الملاوي مورقة ومقرمشة من برا هكا، كيف تبدا سخونة خاصة، وطرية بالباه، ما هيش يابسة، طرية وخضروا من داخل ما شاء الله كيفاه مورقة. بالنسبة للمكونات سهلة برشا. السميد أرطب ولازم النوع السميد يكون باهي، أهم حاجة يكون النوع باهي. راهو جربت برشا أنواع وأنواع تونسية زادة، فما اللي الحقيقة كان باهي وبعد فسد ما عادش. ما النوع هذا طيارة على الآخر، العجينة تجي رطبة ما شاء الله بالقداء. دونك حطيت تقريبا كيلو سميد، مغرفة ملح، وباش نلم بماء عادي ماهوش دافي. اللي يحب يعمل بما دافية ما حسيتها ما تفرقش، يعني كيف كيف. دونك باش نبدا نزيد الماء بشويه بشويه، ما نصبوش الماء فرد مره، نبدو نلمو وعينا ميزان. كل مره نزيدو شويه وعيني ميزاني، ما نصبش كميه الماء الكل، ونبدا نلم هكاكا في العجينه. ونشوفوا كان تستحق ماء ونزيدها. اما من بعد راهو باش نبدا هكا نبل ايدي ونزيد شويه شويه ماء وقت العجنين باش تزيد تترخف العجين. هاكا كيف ما تشوفوا كل مره باش نزيد شويه ماء. وتوا باش نحطها على الرخامه ونبدا نعجن. الملاوي راهي تحب العجنين، لازم نعجنوها بالباهي، وماذا بينا ما نستعملوش العجانه باليدين خير. نعجنوا بيدينا وما نقطعوش العجينه، نعجنوا بالطريقه كيف ما تشوفوا فيا في الفيديو. توا كل مرة باش نزيد شوية ماء، دوبليش شوية لوين نحس العجينة ترخفت. هكا كل مرة شوية ما نكثروش، لوين هكا يساعدني على العجنين والعجينة تترخف بالباهي. نكملوا نعجنوا، راهو عجنتها يعني وقت باهي، بقيت نعجن فيها بالقداء، ايدي تعبت. اما الملاوي راهي تحب الجهد بصراحة، ونضمن لكم راهو اللي باش يتبع الطريقه هذه راهو ما عادش يفشل في الملاوي. توا كملت عجنتها باش نحطها ترتاح على الاقل ساعه من زمان. وتوا كملت العجينه ارتاحت، تشوفوا ما شاء الله كيفاه طريه رطبه العجينه، هكا تكون العجينه متاعنا ناجحه باهي. توا خذيت صحفة حطيت فيها الزيت. بالنسبة لي خلط زيت زيتونة وزيت نباتي، اللي يحبها قوية برشا يعمل زيت زيتونة، وتنجموا تعملوا بزيت نباتي تجي خفيفة. توا باش نقسمها، باش ندهن ايدي وباش نقسمها كعبورات. بالنسبة للتقسيم نعملوا حسب الحجم اللي نحبوه. يتنجم كمية العجينة هذه تعمل لنا برشا خبزات إذا باش تعملوها جويدة، يعني رهيفة الخبزة. بالنسبة لي راني نحبها الخبزة تبدأ مش رهيفة برشا، تبدأ مورقة من داخل. الرهيفة راهو نعملها للساندويتشات، باش نعملوا ساندويتشات مثلا نعملها جويدة برشا. دهنت الطبق متاعي هذاك بالزيت وحطيت فوق الخبزات. حصيلوا العجينة عملت لي 8 خبزات باهين، يعني كبار باهين. توا باش ندهن العجينة بالزيت من فوق هكاكا، وباش نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل ربيع ساعة هكاكا، ربيع ساعة نخلوها راحة. مرة اخرى ونرجع باش نحلها. وتوا بعد ما ارتاحت معايا العجينة ندهنوا الرخامة متاعنا بالزيت وباش نبدأ نحل العجينة. ريتو سوب ما شاء الله ماشية معايا بالباهي. ماذا بينا نحلوها ونسيسو باش ما تقطعش. تنجموا تستعملوا القلقال زيادة باش تحلوها، اما بنحب كل شيء باليد. تعملوها زيادة تحلوا بكف اليدين ديما،
ونركزوا على الاطراف كيف ما تشوفوا هكا. فوالا ريتو الوين نشوف الرخامه راهي بدات تبان، يعني رهيفه على الاخر. نحلوها رهيفه على الاخر. توا باش ندهن بالزيت، نرش عليها الزيت وباش نطوي على 2. ريتو ما شاء الله العجينه سوبل على الاخر. نطوي على 2. توا باش نزيد نحط الزيت، نحط الزيت مره اخرى، نزيد نطوي على 2. توا 4 طبقات عملنا، ونحط الزيت كيف كيف ونكمل نطوي. وهذه اخر ثانيه. توا كعبة الملاوي متاعي مريقله، باش نخليها ترتاح باش نكمل العجينه الباقيه الكل. وراه ريتو كل ما ترتاح كل ما العجينه تجي سهله معانا في الحلان وتولي سوبل اكثر. ريتو ما شاء الله لا فرينه ولا حتى شيء، جوست سميد وكهو. هايكا ما شاء الله ريتو في ساعه ما تتحل. ونعملوا بنفس الطريقه بالنسبه يعني الثانيين متاع الملاوي، راهو كيف ما تحبوا، هذه الطريقه متاعنا. وتوا باش نكمل بقية العجينة بنفس الطريقة. وريتو اخر واحدة باش تكون العجينة طيارة، يعني باش يجي حلينها سهل على الاخر وتكون طرية برشا. كيف ما قلت لكم الملاوي راهي تحب الراحة، يلزمها العجينة ترتاح باش تجي سهلة معانا وتجي ناجحة. توا كملت العجينة الكلها ثنيتها كيف ما تشوفوا. حطيت الطاجين متاعي يسخن، وباش نبدا بسم الله نحل بالخبزه باش نبدو باول واحده. ثنيناها، اول واحده خدمناها بكري هي اللي باش نحلوها نطيبوها، هي اول واحده. توا هنا كيف ما تحبوا، كيف ما قلت لكم اللي يحبها رهيفه يحلها بالباهي، واللي يحبها خشينه شويه يعملها على كيفه. المهم هذا يرجع لكم انتم كيف ما تحبوا. بالطبيعه الغاز يلزم يكون سخون والطاجين سخون، سينو راهي باش تجي يابسه. يلزم تاك تاك في ساعة طاجين سخون نقلبو كيف ما تشوفوا هكا. رشيت شويه زيت، ريتو كل وين ما نقلب نرش شويه زيت. واللي ما يحبهاش تجي مزيته برشا مش لازم ما يحطش الزيت. هكا ديما نقلبو ونحطو شويه زيت. وريتو كيف تبدا الخبزه هكاكا تتنفخ كيف ما تشوفوا يخرج الدخان منها، معناها راهي الملاوي متاعنا ناجحه. كعبة الملاوي الاولى حضرت، حبيت نوريكم كيفاش تكون طريه. اخضروا كيفاش تكون طريه، تعمل 66 كيف، خاصة كيف تبدأ ما زلت سخونة. اسمعوا تقرميشة، تكون من برا مقرمشة ومن داخل طبقات مورقة على كيف كيفها. وما نحكي لكمش على الريحة وعلى ريحة الدار، حاسيلو الملاوي ريحتها تتشمل برا. ونكملوا نطيبوا البقية بنفس الطريقة كيف ما تشوفوا. وديما نحلوا يعني أول واحدين عملناهم هما اللي باش نطيبوهم من الأول. آخر خبزة طويناها هي آخر خبزة باش نطيبوها.
وهكا كملنا الملاوي متاعنا. كيف ما تشوفوا ما حصلت 3 كعبات باش نكمل نصور بهم الفيديو كان بالسيف. ما شاء الله الكعبه اللي تطيب تتكل بالوقت، صحه وفرحه. وهكا كعبات الملاوي طريين على كيفهم. ان شاء الله عجبكم الفيديو ونستنى تشجيعكم باش نزيد نهبط وصفات اخرى ان شاء الله. وتوا نقول لكم في امان الله.